بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما وقع اليوم من اليهود نسأل الله العافية. اليهود هم اليهود والله، صفاتهم على الدوام والعياذ بالله يعني تتضح يوما بعد يوم، لكي لا يقول أحد أن السلام معهم لا خيار في غيره، أو أنه الخيار الاستراتيجي. ها هم يقتلون يعني الناس ويسفكون الدماء بغير حق، لمجرد أنهم يريدون أن يطعموا إخوانهم في غزة، ولا يرقبون قانونا دوليا ولا عهدا ولا ذمة ولا شيء على الإطلاق، ويتبجحون في العالم كله في غير ما يملكون، لا يراعون شيئا مما يزعمون أن العالم يحترمه. هذا العالم الذي النظام العالمي الذي يكيل ب10 مكاييل، أو هو في الحقيقة يكيل بمكيال واحد، هو العداوة للإسلام. فما كان من عداء للإسلام وأهله فالأمر يمرر، ولا اعتبار بأنهم انتهكوا حقوق الناس وحاصروهم بغير حق، وأخذوا هذه السفن وانتهكوا حرمة أصحابها واعتدوا عليها وقتلوا من بها في المياه الدولية كما يقولون. وكل هذا من أجل منع وصول المساعدات إلى أهل غزة، عقوبة لهم على أنهم اختاروا من هو أقرب إلى الإسلام. يقول لم يطبقوا الإسلام بعد، ومع ذلك اختاروا من هو أقرب إلى الإسلام. فمثل هذه الدماء التي تسفك هي في الحقيقة في عنق كل من أعان على حصار المسلمين. ولو كان المسلمون عندهم من النخوة والكرامة والعزة لما تركوا إخوانهم نحو 5 سنين محاصرين، لأنهم اختاروا من يريد أو يعلن شعار أنه يطبق الإسلام أو يريد الإسلام، أو أنه ليس مواليا لأعداء الله سبحانه وتعالى. كيف يزعم أهل الغرب أنهم يراعون الديمقراطية ويريدون نشرها، والانتخابات التي تمت واختيرت فيها حماس كانت انتخابات كما ذكرتم أنتم ديمقراطية، ومع ذلك ترفضون إرادة الشعب كما تزعمون أنكم تبحثون عن إرادة الشعوب. وكل أولياؤهم ممن يعاون أو يساعد على حصار المسلمين في غزة هو من أولياء الكفار والعياذ بالله. وما يتولهم منكم فإنه منهم، نعوذ بالله من ذلك. المسلمون عندهم إمكانيات هائلة، لو أحسن من يقوم على الأمر أن يستغلها. المسلمون عندهم أموال هائلة في بنوك الغرب، في بنوك أوروبا وأمريكا، وعندهم البترول، وعندهم العلاقات الدبلوماسية التي يزعمون أنها لتحقيق المصالح، وعندهم الحدود المشتركة مع أهل فلسطين. ويجب على أهل مصر خصوصا، على من يمسكون بزمام الأمور، أن يفتحوا هذه الحدود على أقل تقدير، رد على هذا العدوان السافر، وليس فقط أننا نستنكر أنهم ضربوا هذه القافلة. لابد إذن أن نفتح لأهل غزة الحدود حتى تدخل المؤن. على الأقل يسكتون على الأنفاق، أما أن يدمروا الأنفاق ويضعون فيها القنابل السامة ويبنون الجدار الفولاذي، ثم بعد ذلك يستنكرون أن تفعل اليهود. لماذا؟ إذا كنتم أنتم تفعلون مثل ذلك، فنسأل الله العافية. وهذا كله من الفساد العظيم بسبب البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يفرج كرب إخواننا في غزة وأن ينصرهم. ولكن إثارة عداء اليهود خصوصا ما يفعلون، مجرد من تكلم فيهم بكلمة أنه قال أنهم أحفاد القردة والخنازير، والحقيقة أنهم إخوان القردة والخنازير، ليسوا أحفادهم، وإنما هم إخوان القردة، وهم شر منهم، لأن عباد الطاغوت شر ممن مسخهم الله عز وجل. هؤلاء عباد الطواغيت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، شر أنواع عباد الطواغيت. فنقول مجرد ذلك أو يعني رفعوا القضايا ويعني سعوا إلى إغلاق القناة التي ورد فيها ذلك، وأصبح من يتكلم بهذا الكلام مطاردا لا تقبله القنوات ولا ترحب به، نسأل الله العافية، لأنهم يخافون، لأن الأمر أصبح عجيبا. من يتكلم في حق اليهود التهم جاهزة له، والله إن كل مسلم لابد أن يعادي هؤلاء اليهود ليهودية لكفرهم بالله ولقتلهم الأنبياء بغير حق ولتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكفرهم بالقرآن العظيم، وليس كما يزعم البعض أننا إنما نعاديهم لأنهم عادونا، لا نعاديهم ليهوديتهم ولا نعادي النصارى لنصرتهم، بل نعاديهم لكفرهم، لأنهم والعياذ بالله يكذبون القرآن. ماذا بعد تكذيب الله عز وجل والطعن في أنبيائه ورسله والطعن في يعني دينه سبحانه وتعالى، ثم أذية المسلمين وحرب المسلمين؟ لا شك أن هذا من أعظم يعني الجرائم التي يجب أن ينتفض لها كل مسلم، وأن يبين للناس حكم هذا السلام المزعوم وحكم من يسير فيه بعد ذلك. بعد كل هذا الذي يقع يقولون السلام هو الاختيار الاستراتيجي. كيف يكون ذلك؟ ما الاستراتيجي الأبدي الذي لا يعني اختيار عند يعني لديكم غيره؟ نسأل الله العافية. ومن يقول ذلك في الحقيقة يكذب بكلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فهذه جريمة بلا شك، الذي وقع اليوم جريمة عظيمة، ودماء هؤلاء الشهداء من المسلمين طبعا، يعني من قتل مسلما، ولا نسمي شهيدا إلا من مات على التوحيد. وأما من كان من الكفار ولو كان قد قتل مظلوما لكن لا يسمى شهيدا، لكن نقول دماء هؤلاء الشهداء في أعناق من يوالون اليهود ومن يعاونونهم على الظلم والعدوان ومن يساعدون على حصار غزة والمسلمين فيها. نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المسلمين في كل مكان. قولوا قولي هذا واستغفر الله.